مرحبا، السلام عليكم. هلا لكل محبين برنامج بيس باينت. اليوم الدرس الثالث. نختم أدوات برنامج بيس باينت. طبعا أنا كنت أقدر أعملها بفيديو واحد، بس حبيت أعملها على 3 فيديوهات للأدوات منشان يكون أسهل ونطبق حبة حبة. أخذنا هذا الأدوات، وأخذنا بعض الأدوات، واليوم راح أعلمكم كيف تحطون الأوراق في فوق بعض، واللي تكون تحت، والطبقة اللي فوق والطبقة اللي تحت. مثلا نضغط على الأوراق هذا، طبعا لهن 6 أوراق يلي هي باللون الأزرق مثل هذه نقدر نتحكم فيها، أي نخط فيها نرسم فيها. هذا ما تحت الطبقة مثل اليد. إذا حركنا هذا 3 الشخاطيط، 3 الخطوط كذا، يطلع لنا الخطوط اللي هي حق الورقة. وكمان إذا خليناها تحت تكون تحت اليد. وفي عندنا طريقة المسح. نضغط على الورقة اللي تطلع باللون الأزرق ونضغط على كلمة مسح. وفي عندنا كمان الشفافية، مثلا حابين نعمل خلفية شفافة، نضغط يا هذا المربع أو هذا المربع. خلينا أول حاجة اليد، إذا حطينا شفافية لأنها في اللون الأزرق ما راح تبين، بس إذا ضغطنا على العين هذه اليد بتختفي. في كمان عندنا هذه اليد. الحين صارت الورقة غير حق الإطار وكلمة يد. إذا إحنا حابين نخلي الورقة شفافة، نضغط على هذا المربع كذا أو كذا. هذا يعتبر الحين الورقة شفافة. لو نزلناها على الاستوديو تكون مرسومة الخطوط هذه فقط وكلمة يد، وإذا عملنا هذه تكون في موجود الخلفية. الحين عندنا هذه الأدوات. طبعا هذه الأدوات لدمج الورقتين، أي ندمج الورقة هذه مع هذه، بس بالأول لازم نخلي اللون الأزرق بالورقة اللي فوق منشان نقدر ندمجها من على اللي تحت. لو دمجناها الحين بندمج هذه الورقة مع هذه الورقة. مثلا حابين ندمج يد مع الإطار، نفتح أول شي العين نحطها باللون الأزرق. لازم تكون الورقة اللي ندمج لازم تكون الورقة اللي فوق ثم الورقة اللي تحت. نضغط على هذه. طلع لنا المسح المجالي. ليش طلع لنا هذه تطلع لنا في حالة كان في إطار أو في الورقة اللي بعد خط، فنعمل أوكي وهكذا صار عندنا ورقة واحدة. بس ليش الورقة ما طلع الإطار؟ لأنه كان تحت، وهذا اللي بعض أحيان نغلط ونقول وين ضاع وين راح كيف عملنا وهكذا. الحين نعمل عملية رجوع منشان نستعيد، ما راح يمتسح علينا، نستعيد الإطار من جديد. نضغط هذه. الحين رجع لنا الإطار. لازم نحول الإطار إلى فوق ثم اليد إلى تحت عن طريق ال3 الخطوط. ورقة 5 نرجعها ورقة 6. الحين نعمل عملية دمج. أوكي. الحين طلع لنا الإطار. في عندنا هذه عملية تحول اليد من فوق إلى تحت، شوفوا. وإذا عملنا ثانية ترجع إلى طبيعتها. وهذا تحولنا من اليمين إلى اليسار. في هذه كمان عندنا اللي تشبه الكاميرا، هي اللي تغير الألوان تعملهم عكس بعض. وفي عندنا هذه كمان الشفافية هذه مع هذه نفس الشيء، أو مسح الورقة. ترى أنا غلطانة هنا. مسح الورقة أي مثلا حابين نمسح الورقة بشكل سريع، نضغط على هذا فتمسح لنا كل حاجة. الحين مسحت لنا اليد مع الإطار مع كل حاجة. كيف نسوي؟ نعمل عملية رجوع من هنا ورجعنا كل شيء على طبيعته. وفي كمان عندنا هذه هي نفس هذه، وهذه هي نفس هذه. وهنا عندنا هذا اللي مثل الكاميرا، هو استخراج يد من الاستوديو مثل كذا. حاط مثلا نحط هذا رمضان كريم. الحين طلعت لنا الصورة اللي فوق، وحابين نعدلها نصغرها عن طريق أدوات أو خصائص. مثلا هذه نقدر نصلحها على الإطار بشكل مرتب. في عندنا هذا تكبير تصغير وهكذا. يطلع لنا هنا استخراج رسم الخط وتغيير الألوان من الألوان العادية إلى الألوان الأسود والأبيض. بقرب نعمل أوكي ونشوف كيف تتغير الألوان. تغيرت الألوان
وصارت شفافة. في عندنا هذه كمان تقدرون تعدلوا عليها، هي أدوات خصائص. طبعا هو ما تلون معانا لأنه في عندنا الرسمات اللي من قبل زي هذه، ولا مسحناها أو محينا العين، هذه هي باللون الأسود والأبيض. طب إحنا حابين نرجعها، نضغط على هذا كمان، وهذا رمضان كريم بالألوان العادية. في عندنا كمان هذا إضافات مثلا مجموعة من الصور مثلا نعملهم إلى ملف، وهذا إزادة صورة أو ورقة فوق مثل هذه صفحة رقم 7. أوكي. في عندنا كمان هذه إزالة المنطقة، أي لحين ما نعمل العصا السحرية، وهنا عكس المنطقة أعتقد شرحناها ما قبل. وعندنا هنا مسح الطبقة، أي مسح الصورة هي نفس هذا بالضبط أو مو نفسها بالضبط. مثلا إذا حددنا مكان مخصص يمسح لنا المكان اللي حددنا بالعصا السحرية. في عندنا هنا تحديد التحتيم وامتداد الألوان، هذا ما نحتاجها مرة. هنا في قص، إحنا حابين نقص الورقة كامل نقصها فتنمسح علينا وتكون محفوظة. وهنا نسخ، تنسخ لنا وتكون الصورة موجودة. وهنا لاصق، معروف إن إحنا نلصق أو نرجعها، أعتقد قد شرحتها من قبل. وفي عندنا هذا اليد في هنا خصائص لازم تفهموا. مثلا حابين ترسمون رسمات أنمي حاجات وتكون الخطوط مستقيمة أو مهي معوجة واليد كذا ترتجف، تكون خايفة من الرسم أو يعني مش مستعدة، تعمل هنا تضغط كذا وتطلع محسن إلى رقم 10 وتخطون. شوف مثلا نجرب، خلينا نخفي هذه الأوراق. أوكي. الحين مثلا نخط، طبعا هذه نجوم، نحن نبغى خط عادي، نروح للخطوط العادية. شوف الخط كيف مستقيم مع انه معوج. خلينا نجرب. شوف الخطوط الحين صارت نحيفة ومستقيمة، بس لو عملناها مكان فيه ارتجاج في كمان مثلا حابين نرسم رموش تكون الخطوط مرة مستقيمة. هنا الخط على ما هو يظهر بكبره في ارتجاجه. نعمل عملية رجوع. في عندنا هذه الطول من البداية وفي الطول من النهاية، صار أحلى من قبل. في عندنا هنا نقرب شوية. في كمان عندنا مثلا لو ضغطنا على الدائرة، حبينا نعمل دائرة، الحين طلع الدائرة بشكل تمام. مثلا لو عملنا تعبئة، اللي هي هذه تعبئة، تتعبى الدائرة في الداخل. ما أدري ليش ما تعبت، يمكن لأنه إلا تعبت بس باللون الأبيض. خلينا نختار اللون الأحمر. شوفوا الدائرة الحين من خارج باللون الأزرق ومن داخل بالتعبئة باللون الأحمر. في نعمل عملية رجوع. في عندنا هذه كمان أعتقد باللون تعمل بنفس اللون اللي اخترته أنا حق المحيط. في عندنا هنا المربع بيكون كلهم معباين، بس لو عملنا عملية تفريغ مثلا سكرنا هذه صارت فاضية من داخل وبس في المحيط بس. في عندنا هذا المستقيم، هذا زي المسطرة أو زي الأعمدة. في عندنا كمان هذه نقاط، مثلا حابين ترسمون تطلعون يد، هذا مرة حلوة تنفع للشعارات. مثلا هذا اليد حابين نعمل على اليد فقط، بس هذا مستقيمة. في عندنا اللي الأفضل منها اللي هذا كذا، نحدد على اليد ونحاول
نصلحها، مثلا نقرب الصورة أو نعمل زوم ونرسم كذا. أفضل حاجة في برنامج إبيس باينت الدقة العالية فيه ممتازة. مثلا عملنا هذا الخط نعمل علامة صح لأنه مشان نكمل الباقي. الحين رسمنا الخط هذا، ثم نعيد ونكرر من هنا. نحاول نصلح الخطوط، نحرك النقاط، نعمل عملية صح. وهذا الخط الثاني، ثم نكرر ونعمل عملية صح، ثم نجيب الخط وهذا الخط الثالث نعمل عملية صح ونجيب نعدل عليها، نعمل عملية صح. نحرك النقاط، نعمل عملية صح. طبعا بياخذ عليها وقت، مثلا لو بكمل اليد ما أبغى أطول عليكم. المهم نعمل نفس التشكيلة. طبعا هذا استعجلت عليه فأمسح أو أرجع عملية رجوع. نعدل هذا على هنا ونجيب النقاط على الزواوي منشان يتعدل معانا الخط أو يصير بشكل أفضل. وهكذا نرسم اليد. بس لازم نفتح صفحة جديدة، ولا هذه هي الصفحة الجديدة. هذه اليد اللي رسمتها طبعا نصها بتاخذ عليها وقت. نكمل. مثلا عندنا هنا شرحنا اليد، وعد في هنا معنا السداسية، وفي عندنا هنا كمان الدائرة البياضية موجودات. طبعا هنا عند المسطرة هذه هي الدائرة العادية، وهذه الدائرة البياضية، وهذه المسطرة، هذه الدائرة العادية، وهذه الدائرة البياضية، وهذه المسطرة. نعمل عملية رجوع منشان نجرب الأدوات. هذا المسطرة هو تسطير الورقة اللي احنا حابين نعملها عموديا. نحرك هذه الدائرة، وإذا احنا حابين نطولها يا بهذا نمدها إلى تحت، وهذه تحريك المسطرة يمين يسار. مثلا حابين نخليها هنا عشان ما تخربط لنا الورقة. نعمل تسطيرات نحتاجها، مثلا تسطير دائرة، تسطير شيء. إذا احنا حابين نسكرها نضغط على اوف. وهذه هي أدوات المسطرة. في عندنا كمان الدائرة هنا مميزاتها انك تحرك الدائرة كيف ما تشتي او بأي مكان. مثلا نعمل الدائرة هنا او نعملها هنا او نعملها كبيرة، نحركها بهذه الدائرة الصغيرة، نمدها وهي تكبر. نصغرها ونحركها بهذه الدائرة الوسطانية. هذه الدائرة. في عندنا كمان الدائرة البياضية، هذه نشغل ما يحتاج. مثلا نمدها من هذه الدائرة أو هذه الدائرة. هذه الدائرة اللي بالوسط نحركها بأي مكان نحب نشتري نعمل دائرة. في عندنا كمان هذه اللي هي رسم تسطير المنظور، مثل حابين نعمل عمائر شيء كذا. هذه هي المسطرة المنظورية التي في عندنا كمان اللي تقسم الورقة نصفين ونرسم عين واحدة وترسم الثاني اللي هي هذه. مثلا لو رسمنا عين، الحين طلعت دائرة لأنني ما سكرت من هذه. شوفوا حاطاها على الدائرة، لازم أعمل أوف منشان تنمسح أو منشان ما ترسم الدائرة. نعمل عملية رجوع
مثلا نرسم عين، أنا أرسم هنا وهي ترسم هنا. هذه فايدة المسطرة أو الانعكاس، تعمل عملية انعكاس. في عندنا كمان هذا مكان هذا مثلا ترسم أشياء كثيرة. إحنا حابين نخفف الأسطر. في عندنا هنا الأقسام، المرحلة، مثلا حابين نعمل 1، حابين نعمل 4. هذا تحرك لنا بالاتجاه اللي إحنا نشتو. في عندنا كمان هذا تشبه الدائرة، مثلا خلينا نعمل عملية رجوع. نضغط على هذا تكثر لنا الخطوط، وهذا تعملهم عملية عكسية. في عندنا كمان هذا تعمل لنا رسمة، نحاول نضبطها مثلا على المربع كامل أو المستطيل. إذا رسمنا في أحد المربع يرسم لنا في جميع المربعات، بس بالأول لازم نسكر الربعة. الحين نرسم مثلا عين، ما أدري شكل يعني لازم أرسم بهذا. لازم الرسمة تكون في هذا المربع الملون. رسمت العين بشكل المربعات كلهم. في عندي كمان هذه تعتقد لرسم المباني، بس أنا ما أستخدمها. مثلا هنا الأرضية، هنا الجدران، هنا السطح. نعمل عملية رجوع. في عندنا هذا كمان تقدروا تستخرجوا منه أدوات مثلا في عندكم صور، في عندكم ألوان، في عندكم رسمات تستخرجوها. ما في شبكة ولا كنت علمتكم كيف. المهم في عندنا كمان هذه الخاصية، مثلا هذا اليد هذه العودة إلى المعرض الخاص بي. إذا ضغطناها يرجع إلى المعرض تبع برنامج إيبس باينت. هنا حفظ الصورة بالاستوديو، نحفظها بهذا الشكل بالضبط. وفيه عندنا هنا حفظ بتنسيق PNG شفافة، يعني من دون خلفية. نحط هذه. في هنا عندنا الإعدادات يعني النافذة تبع برنامج إيبس باينت، مثلا تعملوا في حاجات كثيرة. ولا هنا نكون ختمنا درسنا الثالث في أدوات برنامج إيبس باينت. وإن شاء الله تدعموني بلايك واشتراك، وإن شاء الله أعلمكم تقدرون ترسمون فيه، تعملوا تصميمات، تسوون تقدروا تكونون مصممين جرافيك. برنامج إيبس باينت كانوا يفضلون في برامج كثيرة، بس أنا بالنسبة لي أشوف برنامج إيبس باينت مرة جميل، وفي تبقى تصميمات مرة رائعة، ولناس يعني يسووها في برامج مدفوعة. أنا سويتها في برنامج إيبس باينت، وإن شاء الله أشرح لكم فيما بعد كيف تصممون إعلانات السوشيال ميديا على برنامج إيبس باينت، وكيف تعملوا مناظر طبيعية وحاجات كثيرة مميزة فيها. وإن شاء الله أشرحهم بأوقات ثانية. وإلى اللقاء.